كل اللي نفسك فيه هيحصل. اطمن، كل اللي بتتمناه هيكون ليك ومن نصيبك. هيحصل بقوة وقدرة ربك اللي عاملة فيك. وهيجي الوقت قريب قوي اللي هتشهد فيه على عمل ربنا معاك وقوته وياك وسندته اللي هتكون باينة جدا وواضحة. يعني ما تخافش وما تحسبهاش وما تفكرش. يعني اطمن وسيبها عليه وما تشغلش بالك بالتفكير، زي اللي حصل كده مع سليمان الحكيم. شهد عمل ربنا وقال الكلام ده عليه. قال كل كلام ربنا حصل معايا وكل وعوده اتحققت ويايا. أيوة، ما تستغربش، ده الكلام اللي قاله سليمان في أخبار الأيام التاني في عدد 6:15 لما قال فتكلمت بفمك وأكملت بيدك. ما اللي وقف السماء بدون عمدان؟ هو اللي قادر على كل شيء، اللي يقدر يخلق من العدم. هو اللي قادر على كل شيء، يعني قادر يحقق كل وعوده ليك، قادر يطمن قلبك ويخلق الفرحة اللي انت نفسك فيها ومتعشم فيها قوي. سيبها عليه وبطل تفكير، بطل شيل الهم. ده أم النور العذراء مريم جاية مخصوص في الوقت ده علشان تشجعك وتقولك ابني الغالي، في أيام صيامي هفرح قلبك، ما يهمكش واوعى تخاف. ده ربنا قال كلمته وكلمته هتحصل مهما كان الحال. مادام ربك معاك يبقى هتوصل، يعني هتفرح، يعني خلاص الضيقة هتنتهي بخير وبسلام والمحنة هتعدي. يعني كل اللي انت فيه هيتغير بقدرة ربك. ما تخافش. بشكل مفاجأة حالك راح يتبدل 180 درجة. ده ربك قادر على كل شيء، بس ثق فيه وتأكد انت مش لوحدك، انت مش متساب. لا يمكن يسيبك ولا يتركك، وكل وعوده ليك هتتحقق. ده وعوده حية وفعالة. مفيش ولا كلمة من كلامه تزول، مفيش ولا وعد من وعوده ما بيتحققش. يعني هتوصل، هتنجح، هتفرح بقوته وهتتحقق كل أحلامك اللي انت بتتمناها ونفسك فيها، وهتعيشها وتفرح بيها زي ما مكتوب في الكتاب المقدس في رسالة بولس الرسول فيليبي عدد 13: لأن الله هو العامل فيكم. سامع؟ يعني كل حاجة بتقولك ملوش لازمة اللي انت عامله في نفسك، تعب نفسك بالتفكير وقلقان. اطمن وخدها مني الرسالة وافرح وكمل في طريقك ومشوارك وانت قلبك مليان بالسلام. ده مفيش حاجة هتقدر في الدنيا دي كلها تقف قدامك، يعني ولا عدو الخير ولا أشخاص، لأن كلمة ربنا هي اللي بتكون على الكل. مفيش حاجة هتقدر تعطل أحلامك ولا توصلك لهدفك والطريق اللي نفسك تمشي فيه. هتوصل وهتفرح، هتوصل لأمانيك واشتياقات قلبك وسؤالك. اطمن، انت مش اي حد ولا متساب ولا متروك. ده انت ابن القدير قوي والعظيم واللي فوق الكل واللي ما عندوش مستحيل. يعني مهما كان الحال صعب، محال، مستحيل، كل حاجة متقفلة قدامك، ما تخافش. ربك اللي وياك قادر على كل شيء وقادر يفرحك. اوعى تحزن على اي حاجة مهما كان، اوعى تحزن على اي خسارة ولا حاجة راحت منك، لان الهك وياك ومهما كان الحال هيبدله. حتى لو سواد في سواد هو وياك. دي مش مجرد كلام كده وخلاص، لا، حقيقي ربنا معاك. يعني انت مسنود على قوته ومعونته ومسيج عليك بحمايته. قول لنفسك دايما باستمرار وفكرها كل ما تخاف وكل ما تنسى. قول ربي العالي قوي اللي فوق الكل اللي قادر على كل شيء ويايا، سندني
دايما ماشي معايا في خطواتي. يعني وسط التجربة صدق، وسط الضيقة صدق إنه وياك وسندك وهيعديك مهما كان الوضع محال ولا خطير. أقولك على حاجة، ده حتى لو الحال وصل للموت هيجعل ليك مخرج، وهيخرجك من كل اللي انت بتمر بيه بسلام عجيب. وقت الخنقة هيعديك بخير، هيساعدك، هيسعد قلبك، هيريحك، وهيديلك راحة عجيبة، هيملاك بسلامه وقوته وسط المر اللي انت حاسس بيه. والمحنة مش هيسيبك مهما كان الحال، هيفتح ليك أبواب كتير، أبواب أشكال والوان أبدا ما توقعت إنها تنفتح ليك. أبواب رزق، أبواب بركة، أبواب خير، أبواب فرح مش عادي. بالأصح مش هيعوزك لأي حد ولا هيعوزك أي شيء. وسط ألامه هتشوف إيده بتعمل بقوة لأجلك أنت، هتشوف التعزية، هتشوفه وهو بيهون عليك بطبطبة تفرح قلبك وتجبر بخاطرك وتنسيك كل الأوجاع اللي انت فيها. حتى وسط اللخبطة اللي انت فيها والحيرة هتشوف ربك اللي بيحبك وهو بيغير كل شيء لأجلك، وبيسيطر على كل الأمور، وبيغير المشهد بأكمله من ضلمة لنور، من حزن لفرح، من معاكسات لكل الأمور لخيرك ولصالحك. كل حاجة بالأصح هتبقى لخيرك. ما يهمكش، وافرح وسيبها عليه، لأنه قادر جدا يخلق من كل جافي في حياتك حلاوة، ويحول الشر لخير. وهتتأكد وقتها إن أبوك السماوي حقيقي حقيقي ليه سلطان على كل الأمور، وكل شيء مستطاع عنده. ووسط العتمة هتشوف نوره وهينهي كل الضلمة. لأن من الآخر كده وباختصار، الله هو أبو الأنوار اللي هينور حياتك، اللي عينه حرساك وبيحبك، اللي مسيج عليك ومظلل. يعني الرب معي كجبار، زي ما مكتوب في سفر أرميا، معاك القوي قوي اللي أقوى من كل اللي حواليك، معاك العالي اللي هيرضيك. قول لنفسك بكل ثقة وإيمان، الرب معي كجبار قدير. وتأكد إن وحده هو بس اللي ماسك دفة حياتك، وهيديلك غلبة ونصرة وفرح ملوش زي. هو أبوك اللي ليه القوة والسلطان